لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان المبارك، ورب يعود علينا وعليكم الأيام بخير. النهاردة موضوع سريع كده، هنروح نغير المبينة بتاعة العربية، أو بيسموها فحمة الإشعال، أو الإجنيشن كويل، أيا كان ده اسمها بالإنجليش، يعني عشان لو اسمها بيختلف من بلد لبلد عشان تبقى عارف هي ايه أو ايه القطعة اللي أنا بتكلم عليها النهاردة. وكنا عملنا لها موضوع سابق قبل كده وشرحتها بالتفصيل، وهتلاقيه على القناة لو عايز تشوفه. وهقولها لكم كده بشكل سريع. فحمة الاحتراق أو الإجنيشن كويل أو المبينة زي ما بتتسمى عندنا هنا، هي الجزء الكهربائي اللي بيكون راكب على البوجيهات أو فحمات الإشعال في السيارة أو البوجيهات. وده اللي هو الجزء اللي بيديها اللي بيدي الشرارة للبوجيهات علشان تبدأ عملية الاحتراق الداخلي داخل الموتور. فدي الجزء ده ليه عمر افتراضي وبينتهي بعده، وبعد كده بتعمل دربكة وقلق في العربية لما بيبوظ منهم واحد أو اتنين أو أكتر. بيكونوا 4 مبينة راكبين على الأربع بوجيهات، وده العربيات الأربعة سلندر طبعا، أو 4 إجنيشن كويل راكبين على الأربع بوجيهات. بيبوظ واحد منهم بيقول لك العربية متلتة أو ماشية 3 سلندر بس، وده بيأثر جامد. العربية بتبقى ماشية طبعا، استهلاك البنزين فيها بيعلى، بتبص تلاقي العربية فيها دربكة وهي ماشية، صعوبة في التدوير. لما تيجي تدور العربية تلاقيها بتتأخر في الدوارة يعني، وتبص تلاقي العربية سحبها بقى بطيء واستهلاكها للبنزين عالي، وساعات تلاقي ممكن تبطل منك، ده لو بايظ واحد أو أكتر يعني. وطبعا ده بيأثر على العربية جامد، وده بيكون زي ما قلنا ليه عمر افتراضي، وبتقدر تحدد ان العطل منها عن طريق اللي هو انك بتحط العربية على الجهاز، او لو واحد متمرس بيقدر يختبر المبينة. وانا عملتها في فيديو سابق قبل كده، هحط لكم اللينك بتاعه تحت الفيديو ده في الديسكريبشن. كنت شارح ازاي تختبر المبينة بشكل سهل وبسيط خالص. ولو انت ما بتقدر يعني ما مش متمرس في الموضوع ده، او ما بتحبش تعمل الحاجات دي بايدك، تقدر تحط العربية على الجهاز، هيطلع لك انه مبينة فيهم اللي محتاجة تتغير. او لو عربيتك فيها الأربع مباين على خط واحد أو على شيلدة واحدة زي بعض عربيات من جنرال موتورز زي الكروز وبعض العربيات التانية، بيكون الأربع مباين على خط واحد أو على شيلدة واحدة كده، وبيتغيروا الأربعة مع بعض. ولكن أغلب العربيات الياباني والكوري والألماني كمان أغلبهم بتكون كل مبينة مستقلة بذاتها. فممكن تغير اللي بايظة منهم أو تغير الأربعة مع بعض. وهنا أنا كنت غيرت واحدة قبل كده، وبعد كده فضلت إن أنا أغير التلاتة التانيين معاها عشان يبقى كل التلاتة بأداء مظبوط يعني. وفضل طبعا إن أنت لو تقدر على تكلفة الأصلية تجيبها، أو لو عربيتك كوري تقدر تجيب البديل الكوري برضو يمشي الحال. أو لو عربيتك ياباني وليها بديل تايواني أو ماليزي تقدر تجيبه. أو لو بقى عايز تجيبهم استيراد ممكن تجيبها أصلية استيراد. ولكن أنا مش بفضل في الموبينة إنها تكون استيراد، لأن برضه هتطلع حالتها مش كويسة. فيفضل إنك تجيبها جديدة حتى لو هتجيب بديل للأصلي، ولكن يفضل إن هو يكون جديد أفضل يعني. ولكن طبعا لو عربيتك المباين كلها على خط واحد او على شيلدة واحدة زي ما قلنا، بيتغيروا كلهم مع بعض، ولكن بتبقى مكلفة قوي. ولكن لما بتبقى كل مبينة لوحدها بتقدر يعني تغيرهم بالتتابع كده، او اللي بايظ تغيره وبعديه اللي ضعيف زيه كده تغيره. ممكن تلاقي واحد قاطع والتاني ضعيف، تغير القاطع وبعد كده تغير الضعيف. وانا بفضل طبعا ان هما الاربعة يتغيروا في نفس الوقت او على طول ورا بعض، يعني عشان تاخد اداء كويس من العربية، وتبقى استهلاك البنزين مظبوط، والاحتراق الداخلي في العربية يكون كويس، وما يبقاش فيه اي مشاكل وانت ماشي. لان المبينة بتعمل مشاكل جامدة في العربية لما بيكون بايظة واحدة او اكتر.
وكل الكلام ده انا شارحه في الفيديو السابق. ولكن النهارده ده انا بوريكم الموبينة إن تغييرها سهل يعني، ان انا اغيرها بايدي، والموضوع مش هياخد اقل من 10 دقايق، هتكون الاربع مباين متغيرين. وتعالوا نشوف مع بعض. وزي ما احنا شايفين انا بدأت اغير الموبينة، بس للأسف معيش حد يصورني، فانا كنت بصور انا وانا بفكهم يعني او بغيرهم. آه، ف وطبعا هنا المباين دي انا شرحت برضو الفروقات بين انواع المباين، ولكن النوع ده هتلاقيه موجود في اغلب العربيات الياباني وبعض الالماني والكوري، هتلاقيهم نفس النوعية دي اللي هي بيبقى تغييرها سهل جدا يعني، زي دول اللي هما بتبقى فيها شراك بقى على الموبينة وتتفك وتتغير بسهولة. غير كده بقى في الأنواع التانية اللي أنا شارحها برضو في الفيديو السابق، برضو بيبقى تغييرها سهل، ولكن فروقات بسيطة يعني. وساعات بيكون في كفر بس على اللي هو المباين دي بيتشال، وبتلاقي برضو نفس الشكل من تحته. أو الموبينة اللي بتبقى الموبينة بالسلك لازق فيها وبيتغيروا كلهم مع بعض أيا كان، أو الموبينة الكاملة اللي هي اللي بتبقى شيلدة على بعضها دي كلها بتتفك حتة واحدة وبتركب التانية مكانها. وكل ده انا شارحه في الفيديو السابق. ولكن هنا دي طريقة التغيير دي العربية هنا السيفيك الاف دي اللي هي من 2007 لحد 2010. وزي ما قلنا التويوتا كرولا واليارس وبعض العربيات والنيسان الصاني وكده، وبعض العربيات الكوري في بنفس الطريقة، ولكن تختلف طبعا الفك والتركيب، سواء بقى الموبينة مربوطة بكليبس أو بمسمار أو أيا كان الفرق. فروقات طفيفة يعني. او ليها كفر بقى او ملهاش كفر ايا كانت، ولكن هنا سهلة خالص لان ملهاش كفر ولا اي حاجة. وهنا اهو زي ما انتم شايفين كنت بفك الاربع مسامير بتوع اللي رابطين الموبينة. ممكن تلاقي عندك مربوطة بكليبس بتفكه، او مسامير زي هنا. بعد كده بتفك فيشة الموبينة اللي بتبقى راكبة عليها كده زي ما احنا شايفين، بيبقى ليها تكة معينة بتدوس عليها بضفرك او بطرف صباعك زي ما انت شايف، وبترفعها لفوق، بتبدأ تفك اللي هما الفياش بتاعت الاربع مباين. وتبقى حريص قوي انك بالراحة عليهم عشان ما تقطعش سلك او ما تبوظش حاجة. والصواميل برضو بتاعتها بعد ما تسيبها او تفك التكة بتاعت الصواميل لما متبقاش مربوطة جامد، تفك الباقي بقى بايدك وزي ما انت شايف كده، وتشيلها على جنب عشان خاطر ما تضيعش منهم صامولة او حاجة. بعد كده بترفع الموبينة بالشكل ده زي ما انت شايف من فوق البوجيه، وبتبدأ بقى تشيلهم تشيل واحدة وتجيب التانية الجديدة مكانها تحطها، سواء بقى كنت هتغيرهم كلهم زي ما انا ما بعمل دلوقتي، او هتغير واحدة بس، بتبقى عارف انه اللي بايظ زي ما شفنا في طريقة الاختبار قبل كده، وتشيل اللي بايظ وتحط التاني مكانه بكل سهولة خالص. وبتدوس على الموبينة بس لتحت لحد ما تستقر في مكانها، تحس انها ركبت في مكانها مظبوط، وتبقى ركبت على البوجيه، تتأمن عليها بصباعك كده وخلاص. هي بتبقى داخلة، هي ليها ظبطة معينة بتبقى داخلة فيها مع الكليبس أو المسمار اللي بتتربط عليه، بتبقى العدلة بتاعتها عليه مظبوطة كده زي ما انت شايف. تتأمن عليها وتتك عليها بإيدك كويس، تبقى متأكد إنها ركبت في مكانها صح مظبوط تمام. وبعد كده تأمن على التلاتة أو الأربعة اللي انت مغيرهم. وبعد كده تبدأ تجيب الصواميل بتاعتك تاني، وتبدأ تربط بقى عكس ما فكيت، تربط برضو بإيدك الأول، تربط الصواميل الأول بإيدك وتتأكد لحد ما يخلص الربط بالإيد، تبقى خلاص كده على آخرها. بعد كده بتبدأ تربط بقى بالمفتاح تكة اللي هي أول ربطة عزم، أول ربطة بس، اللي هي متقرصش عليهم أوي عشان ما تفوتش الصواميل، عشان الصواميل والمسامير دي بتبقى حساسة أوي. وبعد كده بتبدأ تركب الفيش، ترجعها تاني، بتسمع صوت التكة بتاعت الفيشة. هي الفيشة ليها تكة بالراحة خالص، تك هتسمع صوت التك دي، خلاص كده تبقى الفيشة ركبت. بترجع الفيش تاني مكانها. خلاص كده خلصت عملية تغيير المباين، سواء بقى كنت بتغير تلاتة بتغير أربعة أيا كان، أو بتغير واحدة أيا كان، هي نفس الطريقة بكل سهولة ومخدتش وقت خالص. وبقية الفيديو بس كان عشان أنا كنت بتكلم معاكم وبشرح لكم الموضوع يعني، لكن هو الموضوع تغييرهم كله ما خدش أكتر من يمكن 5 دقايق 7 دقايق يعني مش أكتر. وهنا ده صوت الموتور بعد ما دورت العربية، بعد ما غيرتهم صوت الموتور هدي، العربية اتظبطت لان انا كده مغير الطقم المباين كله او الاربعة. وبعد كده بقى بدأت اجرب العربية، بتدورها وتستنى عليها 10 ثواني لحد ما اللمبات اللي في التابلو كلها تطفي، وبعد كده تدور.
وتبدأ بقى تطلع تتحرك بالعربية، تجربها وتجرب التسارع بتاعها، ومع المدى بقى شوية هتبدأ تشوف ان استهلاك البنزين اتحسن والدنيا اتظبطت. واهم حاجة بقى في تجربة العربية بعد ما تركب المباين دي، تشغل التكييف وتقرص على العربية شوية والتكييف شغال، هتلاقي بقى المفروض بقى العزم بتاع العربية مظبوط والتكييف شغال، مفيش دردرة والعربية ماشية، مفيش تقطيع، مفيش تنتيش، مفيش أي حاجة. والتكييف حتى في فصلته وتشغيله بتاعت اللي هو فصلة وتشغيل الكمبريسور بتاعه، هتلاقي العربية مفيهاش أي رجة ولا هزة ولا أي حاجة، لأن كده الكهرباء كلها مظبوطة، لأن التكييف نفسه بيحمل على المباين بتاعت العربية. فلما بتكون البوجيهات سليمة والمباين سليمة وكده، بيبقى أداء التكييف مظبوط، يعني ما بيبانش تحميله الجامد على العربية يعني. بس كده وخلص الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب تكونوا استفدتوا منه. ما تنسوش بقى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وما تنسوش برضو اللايك والشير والكومنت على الفيديوهات عشان نقدر نطور من المحتوى ونقدم لكم فيديوهات أفضل. وشكرا.